والنهاردة معانا حكاية جديدة بس مرعبة شوية. بس قبل ما نبدأ الحكاية هنسألكم سؤال: حد يعرف قصة الساحر السيد الفلكي؟ وإزاي قدر يخدع مخرج فيلم عاد لينتقم ورمى تعويذة على الشعب المصري والعربي؟ وإزاي لقوه ميت وعلى وشه علامات مرعبة؟ وإيه اللي حصل وهم بيغسلوه على لسان مغسل المشرحة؟ ياريت اللي بيخاف من القصص اللي فيها رعب يكمل معنا للآخر. فاكرين طبعا فيلم عاد لينتقم؟ واحنا بنحكي الحكاية هنقول لكم قصة الفيلم. حاول العرب خلال السنوات الماضية تقليد الغرب في تقديم أفلام مرعبة، ولكن الجمهور العربي تعامل معها على إنها شيء مضحك وتافه، وكان السبب قلة الإمكانيات وضعف الحبكة الدرامية. ولكن مخرج فيلم عاد لينتقم حاول أن يفعل شيء مختلف. وفيلم عاد لينتقم هو فيلم مصري أصدر عام 1988 بطولة النجم عزت العلايلي، واللي كانت بتدور أحداثه حول بطل الفيلم الذي انتقل بمنزل جديد تسكنه روح طفل صغير قتل في هذا المنزل. وكان في إحدى المشاهد البطل قد لجأ إلى أحد الروحانيين من أجل أن يساعده في خروج روح هذا الطفل من المنزل. وهنا قرر المخرج أن يستعين بروحاني حقيقي من أجل أن يعطي للمشهد واقعية، وتم الاستعانة بأقوى روحاني في هذا الوقت وهو الروحاني السيد الحسين الفلكي. وتم الاتفاق بينه وبين المخرج على أنه يقول أي كلام مصطنع على أنه تعويذ، ولكن للأسف الفلكي خدع المخرج وألقى في هذا الفيلم واحدة من أقوى التعويذات، وهي العزيمة البرهاتية التي لا يقدر أي شخص على قولها بطريقة صحيحة وبالنص. وخرجت هذه التعويذة على شاشات التلفزيون على المصريين والعالم العربي، ولا أحد من المصريين يعلم هذا الأمر إلا مؤخرا. ولكن ليس فقط هذا الشيء الغريب في حياة هذا الرجل، بل أيضا حادثة موته كانت في غاية الغرابة. حادثة موت السيد الفلكي. وكان السيد الحسين الفلكي يلجأ إلى مشاهير السياسة والفن من أجل بعض الأعمال السحرية، حيث كان من أشهر المشعوذين في هذا الوقت. في عام 2003 عثر على السيد الحسين الفلكي ميتا في مكتبه، والغريب في الأمر أن كان على وجهه أشد علامات الفزع وكأنه قد تعرض إلى شيء مخيف للغاية. وعند التفتيش في مكتبه وجد مناديل ملوثة بدماء الحيض ومناديل أخرى ملوثة بسائل منوي، وأيضا كميات كبيرة جدا من الحليب، والذي لا يمكن أن يكون من أجل استخدام طبيعي، إلى جانب صور كثيرة إلى مشاهير مكتوب في خلفها طلاسم غريبة جدا. ولم يجد الطب الشرعي أي سبب علمي مقنع إلى وفاة السيد الفلكي، وإلى يومنا هذا ما زالت حادثة وفاة السيد الحسين الفلكي لغز محير. أما بقى عن قصة غسله، فرمضان مغسل المشرحة هيحكي لنا اللي حصل له يوم غسل السيد الفلكي. الجثة اللي هقول لكم عليها دلوقتي حقيقي ما اقدرش انساها لحد اللحظة دي، وبتمنى يجيلي زهايمر او حتى اموت علشان اللي حصل لي بسببها معلم في راسي. سنة 2003 في ساحر شهير كان في مصر والكل بيتكلم عليه وعلى قوته في السحر والروحانيات، وتقريبا الكل كان بينتظر اخباره بشغف. وفي يوم الكل صحي والجرايد كتبت عن وفاته الغامض في مكتبه، وكنت ساعتها بشتغل في مشرحة حكومية مش هقدر أعلن عنها. وجت لنا جثة الساحر علشان يتم تشريحها وبعدها تتغسل وتدفن. عدى 3 أيام اتشرحت فيها والتقرير اتكتب واتبعت، وأخدنا الموافقة على الدفن. وطبيعي أنا اللي هغسله عشان ما كانش في غيري. كنا في الشتاء، كل العمال في المشرحة مشيوا، ما كانش فاضل غيري و2 دكاترة هيستلموا مني الجثة بعد ما اخلص، والشوارع ما فيهاش نفس واحد. اخدت الساحر ودخلنا الأوضة وحطيته فوق الترابيزة وجبت المية وقمت بمهمتي الصعبة. ما حصلش حاجة غريبة تقريبا لحد ما خلصت. لقيت ترابيزة بتقع لوحدها ورايا، رحت لها وعدلتها، بس لما رجعت ما لقيتش الساحر. ايوه بتكلم بجد، اختفى. بصيت على الباب كان مقفول، وحسيت وقتها بحد بيتنفس ورا ظهري. لفيت جسمي بالراحة بس ما لقيتش حاجة. رجعت تاني للترابيزة والحمد لله لقيت الساحر، بس كان مفتح عيني ومبرق جدا. جسمه كان نحيف وقصير
وشعر راسه كان كله أبيض رغم إن سنه ما كانش كبير للدرجة. بس الحاجة اللي موتته كانت كفيلة بإن قلبه يقف وشعره يبيض. اسمحولي مش هقدر أعلن عنها علشان ممكن يحصل لي مشكلة من الجهة اللي كنت بشتغل فيها، لأن سبب الوفاة فضل غامض للكل ما عدا أنا والدكاترة اللي عرفت منهم. المهم مسكت عينه وقفلتها، ووقتها خرجت منه صرخة قوية رجعتني لورا ووقعتني. قمت بسرعة وأنا مرعوب وخايف، لقيته رافع رجله اليمين لفوق وبقه زي ما يكون بيتكلم بس ببطء شديد. فضلت واقف في مكاني مش قادر أعمل حاجة لمدة نص ساعة كاملة لحد ما الساحر رجع طبيعي تاني وكل حاجة هديت. رجعت تاني وحطيت على الجزء اللي فاضل من جسمه المية وأنا بدعي ربنا كل حاجة تعدي على خير. وبعد ما خلصت خالص فتحت الباب وإيدي بتترعش، سمعت صوت الترابيزة من ورايا حاجة بتتحرك عليها. لما بصيت لقيت جثة الساحر قاعدة وبصالي بعيون مبرقة، وكنت حاسس إن هيقوم وهيموتني. ما قدرتش أتمالك نفسي، جريت وأنا بصرخ بعلو صوتي وبنده على الدكاترة. واحد منهم جالي وقال لي مالك يا رمضان، في ايه؟ لساني عجز عن النطق، فشاورت له على أوضة التغسيل وسابني وراح. فتح الباب ودخل وما خرجش. عدى وقت عليه وملهوش نفس، فقررت أروح أشوف في ايه. فتحت الباب بالراحة ودخلت، لقيت الدكتور بيكمل بقية شغلي وبيقول لي ايه يا رمضان، مش تخلص الدنيا برا مقلوبة؟ تصدق هتخليني أندم إن حكيت لك الراجل ده مات ازاي؟ ما ردتش عليه، ولما بصيت على الجثة كانت نايمة على الترابيزة ومفيش أي حاجة غريبة. الجثة اتنقلت واتدفنت وأنا كنت مستاء من اللي حصل لي وما كنتش عايزة أكمل في شغلي. بس الأيام اللي عدت بعد كده كانت طبيعية، مفيش أي حاجة غريبة حصلت لحد ما جت الذكرى اللي غسلت فيها الساحر. وأوضة التغسيل كانت بتحصل فيها حاجات غريبة فعلا غير منطقية. وفي كل سنة وقت دخول الساحر هنا المكان كله بيتقلب بشكل عام، عشان كده قررت أمشي واشتغل لوحدي. أما بقى عن أحداث فيلم عادل ينتقم فتعود أحداثه إلى الدكتور هاشم الذي يعاني من أزمة لأنه فقد ابنته الطفلة في حادث سيارة نتيجة لإهماله، ثم ينتقل لفيلا جديدة يستأجرها لكي يبتعد عن ذكريات بيته القديم. وأثناء وجوده في الفيلا يسمع أصوات غريبة ويتصور أن روح ابنته تلاحقه، ولكنه يكتشف أن الروح لطفل وليس طفلة، وأن هذا الطفل يتصل به اتصالا مباشرا من خلال جهاز التسجيل الموجود في الفيلا، وبذلك استطيع التحدث إليه وإعطائه بعض الجمل القصيرة التي تصلح مفتاح لحل اللغز. وتقود هذه التفاصيل إلى أحد رجال المجتمع البارزين الذي يتطابق اسمه مع اسم الطفل، ونفهم أن هذا الرجل مزورا وانتحل اسم الطفل لكي يرث ثروته الكبيرة ومنها ذلك القصر والعزبة الذي دفن فيه الطفل. ينكر الرجل في أول الأمر، لكنه يرسل رجاله إلى الدكتور هاشم لكي يحاولوا تخويفه حتى يبتعد عن هذا الموضوع. لكن الدكتور هاشم يمضي في خطته مدفوعا بتشجيع صاحبة الفيلا التي استأجرها، لأنها تريد أن تعرف سر الأرواح التي تسكن القصر، وأيضا سبب إلحاح روح الطفل التي تداوم على الاتصال بالطبيب حتى يتم الصقر له. والطبيب يرى وهو في القصر مشهدا كأنه حلم يسقط فيه رجل الأعمال القاتل سريعا بسبب اختناق غريب. يكتم أنفاسه ويجري الطبيب إلى بيت رجل الأعمال ليكتشف أنه فعلا قد مات. أما بقى أبطال فيلم عادل ينتقم هو الفنان عزت العلايلي في دور الدكتور هاشم فريد، والفنانة إيمان في دور نجلاء فؤاد، ورجاء الجداوي في دور هدى فريد. ومن هنا انتهت حكايتنا، ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوناش بلايك وشير ومتابعة للقناة، وشكرا على المتابعة.